يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة بقى جاية لكم كده بوصفة يعني تحسوا ان هي بسيطة جدا، وفي ناس كتير تعرفها بس برضو في ناس اكتر ما تعرفهاش. ازاي نعمل السكر البني في البيت، وازاي ما يكونش معانا كده ناشف، ويبقى طري كده ورطب. النهارده بقى هنعمله كده بطريقة حلوة قوي، هنستخدمها في حاجات كتير، في انواع بقى كيكات مختلفة، وكمان الكوكيز ووصفات كتير قوي ان شاء الله هنعملها الايام الجاية مع بعض. انا هجيب كوبايه من السكر الابيض الناعم الحبيبات، سكر ابيض عادي، سكر سنترفيش مش سكر بودره. وبعدين ابتدي احط عليه معلقه كبيره من عسل اسود، او العسل الاسود، او دبس التمر، بس يفضل العسل الاسود. انا حطيت هنا معلقتين صغيرين بما يعادلوا يعني ايه معلقه كبيره. ابتدي كده ان انا اضربهم في الكبه ضربه واحده بس، وبعدين هيبتدي يبقى يطلع معانا كده السكر البني القمر. يعني دي يعتبر وصفة اقتصادية جدا، بدل ما نشتريه من بره، وهو اصلا يعني عند ناس كتير مش متوفر، فدي تعتبر كده طريقة اقتصادية نعمله في البيت عشان نستخدمه في الوصفات الكتيرة اللي بتبقى داخلها السكر البني. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، اشوفكم على خير الوصفة الجاية، باي باي.